والأصل المعلن هو إخلاص التوحيد لله ومحاربة الشرك والأوثان، ولكن ليس لهذا الأصل ما يصدقه من واقع الحركة الوهابية. أما الأصل الخفي فهو تمزيق المسلمين وإثارة الفتن والحروب فيما بينهم خدمة للمستعمر الغربي، وهذا هو المحور الذي دارت حوله جهود الوهابية منذ نشأتها وحتى اليوم، فهو الأصل الحقيقي الذي سخر له الأصل المعلن من أجل إغواء البسطاء وعوام الناس. أما بالنسبة لشغل الأمة الإسلامية بقضايا فرعية، فالله تعالى جعل قواعد الإسلام 5 يعرفها كل أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما الوهابية فقد جعلوا قواعد أخرى للإسلام الجديد الذي اخترعوه كما يلي: بالنسبة للرجال ثوب قصير لافت للنظر، طاقية مخرمة مزينة بالصلبان، نعل من جلد مستهلك له شراكان، سواك في الفم، زجاجة عطر، مرآة، مشط، عمامة جليلة، عصا غليظة، كتاب رافض للجمهور المسلم بشرط الغلظة والفظاظة والعبوس والجهامة والغطرسة والكبر على خلق الله واتهامهم بالكفر والشرك والبدعة، مع الزراية والاحتقار لأهل البيت وأولياء الله الصالحين. أما بالنسبة للنساء نقاب أسود سميك شاف يغطي الوجه وإحدى العينين مع الكفين اللذين أحل الله كشفهما، كما ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتحريم اتصال المرأة بالمجتمع، هكذا يحرمون اتصال المرأة بالمجتمع، وألا تتكلم أو تبتسم إلا في حجرة مغلقة، وألا يكون لها رأي، وألا تخرج من بيتها إلا مرتان: مرة تخرج لبيت زوجها، والأخرى تخرج لقبرها. أما بالنسبة للرجال والنساء اعتقاد أن كل من ليس منهم فهو كافر، ومن لم يكفر من كفروه فهو كافر مهما أتى من الطاعات، ويعتبرون بلاد المسلمين ديار حرب، ولا يتعاملون بأوراق أو قوانين الحكومات في البلاد الإسلامية، وكلهم حلال، يعني كل المسلمين عندهم حلال، دمهم وعرضهم ومالهم، والولاء القلبي الحقيقي عندهم لبلد الوهابية وليس لأوطانهم على الإطلاق. بعد ذلك نأتي لتوضيح أن مسلكهم يساعد على تنصير المسلمين، فنبين أن اتهام الوهابية للصوفية والشيعة بالكفر، واتهامهم لزوار الأولياء والصالحين بالشرك، واتهامهم للمحتفلين بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وموارد الصالحين واعتبار ذلك بدعة، في الوقت الذي تتزايد فيه أعمال التبشير المسيحي للمسلمين، هذا يفتح الطريق على مصراعيه لتنصير المسلمين، كما قال السيد عز الدين ماضي أبو العزائم رضي الله عنه معادلة قالها: تكفير زائد تبشير يساوي تنصير. ذلك ونظرا لخطورة الوهابية على الإسلام والمسلمين، فالواجب على كل مسلم أن يتصدى لهذا الفكر الشاذ والذي نبأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منه في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه والحاكم والخطيب البغدادي وأبو نعيم والمتقي الهندي. فعن أبي سعيد الخدري قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما، قال ابن عباس: كانت غنائم هوازن يوم حنين، إذ جاءه رجل من تميم مقلص الثياب ذو شيماء بين عينيه أثر السجود، فقال: اعدل يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي قوم مثل هذا يحسنون القيل ويسيئون الفعل،
هم شرار الخلق والخليقة. ثم وصف صلى الله عليه وسلم صلتهم بالقرآن فقال: يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يحسبونه لهم وهو عليهم. ثم كشف صلى الله عليه وسلم النقاب عن عبادتهم المغشوشة فقال: ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. ثم أزاح النبي صلى الله عليه وسلم عن أهدافهم فقال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ثم أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم وصفا مجسما لسيماهم فقال: محلقين رؤوسهم وشواربهم أجورهم إلى أنصاف سوقهم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامتهم المميزة فقال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان.